الفقر المدقع. الفقر المدقع أو تحت خط الفقر ده كأنك بتلعب لعبة فيديو لأول مرة من غير أي مهارات أو غش أو معدات، وكمان اللعبة دي متظبطة على أصعب مستوى. ده بالظبط حال اللي عايش تحت خط الفقر. انت عايش بأقل من $2 و15 سنت في اليوم، ما يساوي 120 جنيه مصري، وده أقل من تمن مشروب في ستاربكس. ما تقدرش حتى تصرف آخر 50 جنيه في جيبك عشان تشتري وجبة كويسة، لأنك عارف هتتعب قد إيه علشان تجيبها تاني. كونك تحت خط الفقر مش معناه إنك على طول مفلس، لا، معناه إن مفيش عندك أكل ولا مية نظيفة ولا سكن ولا رعاية صحية. دي تعتبر رفاهيات في حياتك. عزيزي المشاهد، فكر في يومك العادي، بتصحى تاكل فطارك، تفتح الحنفية تلاقي مية نظيفة، وممكن تمسك موبايلك تطمن على الأخبار. لو انت تحت خط الفقر، كل حاجة من دول هتبقى صراع، أو ممكن ما تلاقيهاش خالص. الأكل اللي تقدر تشتريه ممكن يكون قليل جدا، وما عندكش التغذية اللازمة عشان تفضل بصحة كويسة. بتكون تقريبا محصن ضد الأمراض اللي بتيجي من المية بسبب المية الملوثة اللي بتشربها، وحتى لو عييت الرعاية الصحية مش موجودة في قاموسك، لأنك ما تقدرش تدفع تمن زيارة للدكتور. انت حرفياً في وضع البقاء على قيد الحياة طول الوقت، وده بيخلي الحياة تحت خط الفقر دايماً سباق صعب ضد الزمن، كأنك محبوس في قعر بير ومفيش سلم. الفقر. ثواني، ممكن أعرف ما عملتش لايك وفعلت زر الجرس ليه؟ ادعمنا واعمل لايك وسبسكرايب لو سمحت. الفقر ده زي ما تكون بتحاول تكسب لعبة مونوبولي أو بنك الحظ، وانت بادئ من غير فلوس ولا ممتلكات، وكل ما تعدي على بداية الجولة بيجيلك فاتورة $200 علشان بداية الجولة. يعني موارد قليلة وصراع عشان تلبي الاحتياجات الأساسية زي الأكل والسكن والرعاية الصحية والتعليم. تخيل يوم لازم تختار فيه بين إنك تدفع تمن العشاء أو تخلي النور شغال. عملياً الفقر معناه إنك عايش بدخل أقل من حد معين، لكن الحد ده بيختلف حسب مكان معيشتك. ممكن تكون فقير وإنت عايش ب$35 في اليوم في أمريكا، لكن بالفلوس دي هتبقى غني جداً في معظم الدول الأفريقية. النقطة المهمة إن الفقر معناه صراع يومي عشان تحط أكل على السفرة أو تلاقي طريقة تدفع بيها فواتيرك. الفقر مش بس معناه إن مفيش عندك فلوس كافية في البنك، ممكن كمان يأثر على جودة حياتك ويخليك محبوس في دايرة مقفولة، لأنك ما عندكش وصول للحاجات اللي ممكن تساعدك تهرب من حلقة الفقر، زي التعليم العالي أو الموارد الأفضل أو حتى فرص الشغل الأحسن. الفقر النسبي. في كمان فكرة الفقر النسبي، لما ممكن يكون عندك فلوس كفاية عشان تعيش، بس ما تقدرش تشارك في الأنشطة الاجتماعية في المجتمع لأن دخلك قليل نسبياً. تخيل إن عندك فلوس كفاية عشان تروح المدرسة وتاكل كويس وتدفع فواتيرك، بس مش كفاية عشان تشتري آيفون. في الوقت اللي أصحابك فيه بياخدوا سيلفي الساحل وإنت خاربها من فيسبوك ليوتيوب لإنستا عمال تتفرج وبس. ببساطة، كونك فقير معناه إن فرصك وخياراتك وحريتك محدودة حتى لو بتكسب فلوس كفاية عشان تعيش. الطبقة المتوسطة. لو هنصنف الطبقة المتوسطة على حسب التصنيف من 1 ل10، فهم هيكونوا 5، زي ما بيقولوا الشباب متوسطين. ممكن تقول إنهم جولدي لوكس الطبقات الاجتماعية، مش أغنياء قوي ولا فقراء قوي، بس مظبوطين. اللي بيخلينا نعتبر حد من الطبقة المتوسطة ممكن يختلف حسب مكان المعيشة، اقتصاد البلد، وحتى وجهات النظر الشخصية. كونك من الطبقة المتوسطة غالباً بيكون مرتبط بالدخل على حسب المكان، لكن الموضوع مش مجرد أرقام. طبعاً في نطاق دخل عام، الطبقة المتوسطة عادةً بيكسبوا كفاية عشان يغطوا احتياجاتهم الأساسية زي السكن والرعاية الصحية والتعليم، بس بيبقى فاضل شوية للرفاهيات زي الأجازات والأكل برا أو تحديث الموبايل كل فترة من غير ما تحس بتأنيب الضمير. لكن الموضوع كمان بيتعلق بأسلوب الحياة. تخيل إنك عندك كفاية عشان تشتري موبايل جديد مرة كل سنتين، بس مش كفاية عشان تشتري ماركات فخرة كل سنة.
لو أنت في الطبقة المتوسطة غالباً بيبقى عندك وظيفة مستقرة زي المدرسين أو الممرضين أو الموظفين المكتبيين، مقارنة بالوظائف ذات الدخل الأقل اللي ممكن تكون متطلبة جهد جسدي أكتر أو أقل أماناً. لكنك برضو مش بتستمتع بالحرية المالية اللي تخليك تتقاعد أو تطلع معاش بدري، وما تعرفش تاخد مخاطر مش ضرورية زي تمويل مشروع تجاري مجنون ممكن يفشل ويخليك متشرد بدون سكن. الطبقة المتوسطة دي المساحة المريحة اللي مش بتقلق فيها على كل فاتورة، لكنك لسه مدرك إن الصرف بزيادة ممكن يرجعك لوجبات إندومي السريعة لفترة. الطبقة المتوسطة العليا. كونك في الطبقة المتوسطة العليا معناه إنك مش في الدرجة الاقتصادية الضيقة في الطيارة، بس كمان ما تقدرش تدفع تمن كراسي الدرجة الأولى الفخرة. أنت في النص بالظبط. المجموعة دي عندها سيطرة كويسة على أمورها المالية وبتعيش حياة لطيفة جدا. لو أنت في الطبقة دي هيكون عندك وظيفة مستقرة زي مدير كبير أو متخصص في مهنة معينة أو صاحب عمل ناجح. بتقدر تكسب مرتب كويس عشان تعيش مرتاح في حي كويس وتبعت ولادك مدارس كويسة وتسافر وتتفسح. غالباً هتتبع أسلوب حياة الأغنياء والمشاهير لأنك عضو في جيم بريميوم وبتسافر كل فترة وعايش في منطقة كويسة، لكنك مش بتطير بطيارات خاصة ولا بتسوق عربيات فخرة. كونك في الطبقة المتوسطة العليا ممكن يكون زي إنك بتاخد أحسن ما في العالمين، لأنك بتستمتع بالرفاهيات من غير ما تبالغ في عادات الصرف بتاعتك، وإنت اللي بتحدد بذخك حتى لو كنت عايش حياة كويسة. كأنك ماسك آيفون أحدث موديل بس لسه عينك على خصومات السوبر ماركت اللي جاية. الميسورين أو الأغنياء. لما تسمع حد بيوصف نفسه إنه ميسور الحال، ممكن تتخيل أوضة مشمسة فيها أثاث مريح وفن جميل على الحيطان، وممكن كمان بيانو كبير في الزاوية. ده أسلوب حياة شخص عنده فلوس أكتر من كفايته عشان يعيش مرتاح ويستمتع بأفضل الأشياء في الحياة، لكنه مش بيغرق في الفلوس. لو أنت ميسور الحال بتقدر تلبي كل احتياجاتك ورفاهياتك وفي نفس الوقت عندك مستوى كويس من الأمان المالي. الموضوع مش دايماً عن إن يكون عندك حساب بنكي كبير، على الرغم من إن ده جزء من كونك ميسور الحال، لكنه أكتر عن إن يكون عندك فلوس كفاية مع أسلوب حياة عالي. يعني عندك بيت تاون هاوس لطيف في كومباوند كويس وإجازات منتظمة وأكل بره في مطاعم فخرة كل أسبوع، لدرجة إن العاملين هناك عارفين اسمك وممكن يعرفوا طلبك قبل ما تقوله. ممكن كمان تستثمر في حاجات زي الفن أو التكنولوجيا المتطورة أو عقار تاني من غير ما تصرف كل اللي في حسابك البنكي. لكن كونك ميسور الحال معناه كمان إن عندك فهم كويس للإدارة المالية، وغالباً بيكون عندك استثمارات ومدخرات بتنمو مع الوقت ولو حتى بشكل بطيء أو ضعيف. أكيد كمان هيكون عندك وصول لتعليم ورعاية صحية عالية الجودة، وده بيساهم في أسلوب حياة مريح وآمن. أساساً كونك في المستوى ده من الثراء معناه إن عندك مخدة مالية تقدر تنام عليها براحتك من غير ما تقلق من إنك تخسر وظيفتك أو إن معدل التضخم يزيد. أنت مش بتعوم في عملات ذهب زي عم ذهب، لكنك بتعوم مرتاح في بحر من الأمان المالي. الأثرياء. تخيل إنك تجاوزت أساسيات الراحة المالية أو عالم المخدة المالية وبتعيش في مستوى أعلى وبتحس إنك في مرتبة فاخرة جداً. ده معناه إنك عضو في طبقة الأثرياء مش الأغنياء أو ميسورين الحال فقط. كونك في المستوى ده من الثراء معناه إن عندك أساس مالي قوي بيسمح لك تستمتع بكتير من المزايا من غير ما تبص على السعر نهائياً. دخلك أعلى بكتير من المتوسط وكمان أعلى من الأغنياء، فبتقدر تدفع أكتر من الأساسيات بكتير. بنتكلم عن حاجات زي الإجازات الراقية، العربيات الفخرة الفارهة، وممكن يكون عندك عقار و2 و3. ممكن يكون عندك مستشار مالي يساعدك تدير ثروتك وتستغلها أفضل استغلال. كونك من عالم الأثرياء غالباً بيخليك في دايرة مع أصحاب الدخول العالية التانيين، وممكن تدور النقاشات حوالين الاستثمارات والماركات الفخرة، وممكن حتى الأعمال الخيرية اللي بيزوقوا بيها اجتماعاتهم. ده أسلوب حياة مش بس بتدبر فيه أمورك، لكنك بتستمتع بأجود الأشياء وبتحط خطط كبيرة للمستقبل. كأنك لقيت التذكرة الذهبية لمدينة الملاهي المالية اللي تقدر فيها تتخطى الطوابير الطويلة وتستمتع باللعبة.
المليونير. كونك مليونير معناه إنك وصلت لعلامة $1,000,000 في صف الثروة. يعني أكيد مش قصدي أنت أبو عربية صيني ب1,000,000 جنيه يا بائس. ده معناه إن كل أصولك ناقص التزاماتك قيمتها $1,000,000. تخيل إن عندك حصالة عملاقة قيمتها رقم و6 صفار. عملياً ده ممكن يعني إن عندك مزيج من الأصول زي بيت كبير واستثمارات في الأسهم أو العقارات، وممكن كمان يخت لو عايز تتصرف ببذخ قوي. غالباً بتقدر تعيش مرتاح من غير ما تقلق كتير على سعر الحاجات اليومية. ممكن تصرف كتير كمان على بعض الرفاهيات زي الإجازات أو الأجهزة المتطورة، لكن غالباً بيكون جزء كبير من ثروتك مستثمر في حاجات بتساعدها تنمو أكتر، لأن فلوسك مش محتاجة إجازة. كونك مليونير مش لازم معناه إنك فاحش الثراء زي المليارديرات اللي بتسمع عنهم في الأخبار. هو وضع مالي قوي بيسمح بأسلوب حياة مريح وأمان مالي كبير جداً. غالباً بتقدر تدفع مصاريف التعليم العالي في أفخر الجامعات لأولادك، أو تتقاعد بدري، أو تبدأ مشروع تجاري، ده لو أنت أساساً مش من أصحاب المشاريع. ممكن كمان تصرف على ركنة عربيتك أكتر من مصاريف أسبوع من البقالة لناس في الطبقة المتوسطة. بشكل عام، كونك مليونير معناه إن عندك مرتبة مالية كويسة، مش مخدة بس، والكثير من المرونة عشان تستمتع بمزايا الحياة من غير ما تقلق على الحاجات الصغيرة. مالتي مليونير. لنفترض إنك اتطورت في عالم المليونيرات وعملت الخطوة اللي بعد كده وبقيت مالتي مليونير. كمالتي مليونير أنت مش بس قيمتك $1,000,000، لأ، أنت كده صافي ثروتك دلوقتي عالي جداً لدرجة إنها أضعاف أضعاف المليونير العادي. كونك مليونير مش بس عن إن يكون عندك كومة فلوس كبيرة، لكن كمان عن إن يكون عندك أصفار كتير في حسابك، لدرجة إن حتى الآلة الحاسبة بتاعتك بدأت تعرق من كتر الحسابات. أنت بتتكلم عن ملايين أكتر من إنك تقدر تعدها، جايين من مشروع تجاري ناجح، أو استثمارات ذكية، أو حتى ميراث كبير، أو ممكن حتى صراف آلي سحري ولا مصباح علاء الدين. المالتي مليونيرز بيستمتعوا بأسلوب حياة في مستوى تاني خالص. استثماراتك بدأت تشمل عقارات وأسهم وفن غالي وأصول ملهاش أول من آخر. ليفل الوحش. لو أنت ملياردير فأنت أساساً في مسابقة، أنت وغيرك من الأغنياء بتحاولوا تكسبوا مسابقة مين عنده أصفار أكتر في صافي ثروته، ومين هيتصدر غلاف فوربس العدد الجاي. عشان نحط الأمور في نصابها، لو ثروة المليونير زي امتلاك عربية رياضية فخمة، فثروة الملياردير زي امتلاك حلبة السباق كلها. $1,000,000,000 هو 1,000,000,000 دولار. عشان نوضح الأمور، تخيل إن عندك $1,000,000,000 بتصرف $1,000 كل يوم. صرف المبلغ ده في اليوم هيخليك تستغرق حوالي 3000 سنة، بالظبط 2740 سنة، عشان تصرف $1,000,000,000 اللي في حسابك. بمليارات الدولارات ممكن تشتري جزيرة خاصة أو أسطول يخوت أو حتى بلد صغيرة وتبقى الملك. لكن بعيداً عن البريق والترف، المليارديرات غالباً بيستثمروا فلوسهم في الشركات والتكنولوجيا. الناس دي مش دايماً بتكون حياتها سهلة، لأنهم بيديروا شركات كبيرة وبيتصرفوا في استثمارات معقدة، ده غير إنهم تحت رحمة عدسات الميديا وعيون العالم كله لامتلاكهم ثروة ضخمة كده. الناس دي غالباً مش بتنام بسبب ضغوط الشغل والتفكير والضغط عليهم من كل النواحي، ده غير إنهم فقدوا خلاص الإحساس بالشغف للفلوس ومش شايفينها على إنها بتحقق أحلام الناس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من مانيفستو. باي!